فترة طويلة في أحيانا كثيرة. برى إن إحنا ما زلنا في احتياج شديد جدا إلى تطوير التعليم العالي من ناحية والبحث العلمي من الناحية الثانية. ما زلنا في حاجة شديدة إلى أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح لنكون دولة رائدة، ولن نكون دولة رائدة إلا من خلال تعليم عالي متميز، تعليم متميز ومن بينه التعليم العالي، تعليم عالي موجه لخدمة أهداف وقضايا المجتمع، تعليم عالي قادر على إمداد الدولة والمجتمع مش بس المجتمع المحلي، المجتمع الدولي بموارد بشرية تجد فرص العمل المناسبة وتخدم قضايا التنمية داخل مصر. محتاجين إلى أن احنا يكون لدينا بحث علمي جاد وحقيقي، واحنا لدينا بحث علمي، لكن لابد أن يوجه هذا البحث إلى خدمة قضايا التنمية وقضايا الإنتاج في مصر، وأن يكون التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر قائم على بحث علمي مصري وعلى إنتاج مصري من البحث العلمي. طيب، عشان احنا هنتكلم بالتفصيل ازاي هنحقق ده وازاي نوصل للمكانه دي لاننا نستاهلها، لكن قبلها لازم نعرف ايه اللي كان معطلنا عن اننا نوصل للمكانه دي، عشان دي هتبقى العيوب والخلل اللي احنا لازم نصلحه. بص، يعني احنا طبعا يعني عشان نوصف الحاله بتاعه التعليم العالي او الحاله بتاعه البحث العلمي، عايز انهي فيهم بس عشان اتكلم. نبتدي بالتعليم العالي ثم البحث طبعا العلمي. التعليم العالي احنا للاسف قعدنا لفتره طويله جدا ما بنصرفش الصرف الكافي على التعليم العالي اللي يخلينا نطور فيه بصوره صحيحه. يعني يمكن قعدنا فتره طويله جدا لغايه عندنا 12 جامعه بس، في حين ان احنا يعني لما تبصي لمعدل العالمي في الجامعات لازم يبقى عندي على الاقل كده جامعه لكل 1 إلى 2 مليون نسمه على الاقل. بمعنى احنا النهارده في مصر انا 80 مليون نسمه وما زال عندي فقط 19 جامعه، ال 12 بقوا 19، ومجموعه جامعات خاصه طاقتها الاستيعابيه ضعيفه جدا، وبالتالي نبص نلاقي ان احنا عندنا حوالي اقل من 40 جامعه، الغالبيه العظمى من المصريين بغض النظر. لكن اللي انا عايز وفوق زي ما بتقولي، لكن دوت بيعني تماما ان احنا لم نستطع ان نغطي احتياجات المجتمع من التعليم العالي المناسب. نمرة 1 كتعليم جامعي، نمرة 2 بقى انك تفتحي مجالات التعليم الفني والتكنولوجي بصورة تجعل مثل هذا التعليم له قدره ووضعه في المجتمع، لان دوت اللي بنسميه الباك بون او العمود الفقري للتنمية داخل المجتمع. واذا ما كناش هنقدر ان احنا نخلي المجتمع ينظر الى المنتج التعليمي في التعليم الفني والتعليم التقني والتكنولوجي النظرة المحترمة اللي تخلي الشباب المصري يقبل عليه بحيث انه يساعد على تنمية المجتمع، يبقى احنا بنفشل فشل ذريع. وده اللي حصل، بدليل ان احنا في فترة من الفترة السابقة دي كل مؤسسات التعليم الفني اللي كانت موجودة عندنا واللي كانت مفروض انها تبقى حاجة متميزة جدا تحولت بقدرة قادر إلى جامعات ومؤسسات تعليمية أكاديمية عادية، شعورا من الناس ان دوت اقل من ده او ان التعليم ده افضل من التعليم دوت. احنا محتاجين ان احنا يعني ودوت حقيقة كنا ابتدينا نعمله، نحط يعني مخطط كده او خطة استراتيجية لمؤسسات التعليم العالي في مصر، ونوزعها توزيع جغرافي اللي تخدم بيه التنمية، تطلع لي موارد بشرية قادرة على خدمة التنمية في مختلف المجالات في مختلف المناطق الجغرافية اللي موجودة في مصر. متطلبات على فكرة التعليم في لو بصينا مثلا في جنوب مصر غير في شمال مصر، غير في المناطق الصحراويه، غير في المناطق الدلتا وهكذا. واحنا هذا الاكسرسايز او اتعمل بالفعل، لكن يمكن لم ينفذ. احنا عندنا زي ما بقول قدره غير طبيعيه في مصر، لان احنا عندنا ناس كويسين جدا وعندنا خبراء وعقول
متميزه جدا، وعندنا اعضاء التدريس على قدر عالي من التعليم والكفاءه. بنضع مخططات وبرامج عاليه جدا، انما للاسف لم تكن هذه البرامج تنفذ لعده اسباب، قد يكون من اهمها عدم وجود الاراده السياسيه اللي تمكننا من تنفيذها. صحيح. وبالتالي عدم وجود الموارد اللي تخلينا ننفذ مثل هذه يعني انا هدي حضرتك مثل بسيط. يمكن كان يعني من ضمن الحاجات اللي انا كنت ببص لها ان لابد ان احنا نبني على اساس ان احنا هنتوسع في التعليم العالي، وهيبقى يمتد ويبقى عندنا المؤسسات التعليميه الكثيره. فكنت حاطط في ذهني وفي المخطط بتاعنا ان احنا نطلع بعثات مصريه الى الخارج علشان نلتحم بالمدارس العالميه خارجيا، ونؤهل اعضاء هيئه التدريس يبقوا قادرين على ان هم يساهموا في بناء المؤسسات التعليميه الجديده اللي احنا هنعملها مع الخريجين اللي بيتخرجوا من جامعاتنا واللي بيؤهلوا داخل جامعاتنا، عشان يحصل الدمج والامتزاج بين المدارس العلميه. كان عندي هدف كده هو في فتره من الفترات، الفتره السابقه اللي كنت مسكت فيها الوزاره لفتره 3 سنة ونص، ان انا اطلع بعثات من 1500 الى 2000 بعثه سنويا لمده 10 الى 15 سنه، بحيث ان انا اعيد بناء النهضه العلميه مره اخرى. يعني هو انت لما تشوفي كده في التاريخ، محمد علي بعت البعثات المصريه ورجعت عملت النهضه الكبيره جدا اللي شفناها، واللي خلت مصر تطورت وانطلقت في المنطقه يعني هو انطلاقه غير مسبوقه. يمكن بعد الحرب العالميه الثانيه البعثات المصريه اللي طلعت عدد كبير جدا ورجعت، كانت هم دول النواه للجامعات المصريه اللي نشأت، وكانت نواه للتطور الكبير الصناعي اللي حصل بعد ثوره 52. احنا كنا انا كنت ارى ان احنا كنا في احتياج الى مثل هذه النهضه العلميه، وعشان كده كنت حاطط خطه ان احنا لمده 10 15 سنه نبعت عدد من المبعوثين من 1500 الى 2000 واحد سنويا ينضموا الى زملائهم هنا اللي بيؤهلوا هنا، بحيث يبقى لدينا ذخيره من العلماء المصريين القادرين على ان هم ينقلوا المجتمع المصري نقله نوعيه مختلفه. للاسف اول سنه انا بعت 1992 واحد، السنه اللي قعدتها الاعداد بعد كده نزلت الى 100 150. السؤال هنا بقى، ليه كانت سنه واحده؟ يعني احنا في العصر ده كنا متعودين على وزراء بال10 وبال15 وبال20 وبال22 سنه، ودي علامه استفهام ما زالت مطروحه لحد النهارده، خروج دكتور عمرو عزت سلامه من الحكومه. وما زالت بالنسبه لي علامه استفهام، ويعني وزي ما بقول كده دايما ان كان في شائعات كثيره يعني قيلت في ذلك الوقت، لكن حقيقه لم اعرف السبب الحقيقي. شائعات كثير منهم مثلا ان انا كان احيانا، ودي حاجه يعني قيلت ساعتها، ان انا والله ده انا كنت احيانا كان احيانا بيحصل بعض الاعتقالات لبعض الزملاء في الجامعات، وكنت حريص ان انا اتحدث مع وزير الداخليه في هذا الامر واطلب يعني الافراج عنه. والناس قالت لك انت، قالوا انك انت بتتدخل في حاجات مش المفروض تتدخل فيها مثلا. كان يقال احيانا ان انا يعني في حاجات كثيره الحقيقه كلها اشاعات، واخده بالك، ان انا والله حد طلب مني من الساده المسؤولين ان اعين حد معين في منصب معين، وان انا قلت لا ده ما ينفعش نتيجه ان انا اعلم ان هو يعني في عده امور كده هوت كلها حاجات صغيره، انما في الاخر انا ما اعرفش ايه الحقيقه.